ثواني بس اظبط القصه عشان بيقول لك القصه بتاعتها باظت. كويس ان القصه اللي باظت مش حاجه تانية. فعلا انا بصرم، انا هسمعكم احلى صرم دلوقتي. تحبوا تسمعوا مكالمه جوزها ولا مرات جوزها؟ ها اختاروا. ولا تحبوا، انا شايفه لا بلاش نخش في الحاجات الشخصيه. مش عايزين شخصي بقى خلاص، احنا هنغير الشخصي. احنا عايزين نعرف ضاضة مات ازاي. يلا هنعرف النهارده ضاضة مات ازاي. انت عمرك ما نام وما تدينيش الحلول. عمرك تقول لي نامي على المخده وسيبك، انا عارف انا حاطك فين. مروه دخلت عشان مروه كانت على الارض. كابي بقى ما بتجيبش محاميين لان انا المحامي. فاكرين لما قلت لكم انا اخش المحكمه اقول له انا المحامي يا سياده القاضي؟ كنت بعملها مع اصدقائي لما يحصل لهم اي حاجه، اللي هي مرات الراجل التاني اللي احنا قلنا عنه. ما هم 2 قتلوا عيالهم عشان القربان. فاكرين الحادثه بتاعت المغرب؟ الولد اللي مات تحت ريان، هم 2 ماتوا عشان القربان. واحده جابت التانيه، واحده جابت التانيه. موضوع الاعضاء مش هيتقفل ادام اتفتح. لما سالتوني على مروه قلت لكم مروه قالت كلام صحيح، لان اللي موصل لها الكلام الولا كان معانا. ومين اللي دخل ضرب حضرتك في الشقه؟ هل اسمعوا له ضرب حضرتك في الشقه ولا بتوع العصابه؟ عشان كده طلعتي قلتي انا هعرفكم مين قتل ضاضة. قولي يا فندم، ما اصل انت حضرتك ربنا مسلط عليكي زي ما اخواتك قالوا لسانك. ساعه كده تبقي متضايقه تروح قايله لك الكلمتين يتمسكوا عليكي. قولي لنا يا فندم مين اللي قتل الولد الصغير؟ ما احنا عارفين ان انت في القصه، بس مين رئيس عصابه؟ قولي لنا يا فندم. الولد كان زهري؟ الولد كان فيه حاجه لله؟ وايه علاقتك يا فندم بام دهب كتير؟ كانت موجوده في العزا. انا الولاد لما بشوفها في اي عزا كده بقى احس العزا ده